الفريق، شخصيته مختلفة، الفريق خارج الملعب وداخل. تصريح خطير من رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي يفاجئ به النادي الأهلي بعد تعادله مع بورتو قبل مباراة باريس سان جيرمان مع انتر ميامي الأمريكي، ويتغنى بهذا الثنائي الأهلاوي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تألق النادي الأهلي في مباراته أمام بورتو البرتغالي، والتي اعتبرها الكثير من المحللين في العالم بأنها المباراة الأكثر متعة في كأس العالم للأندية بسبب ما فعله النادي الأهلي في بورتو البرتغالي، فقد دخل على الخط رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الدوري والكأس القطرية، وقال: أنا كنت أتمنى تأهل النادي الأهلي من هذه المجموعة، وكنت آمل في مواجهة النادي الأهلي في دور ال16 ضد باريس سان جيرمان، فالأهلي قدم مستوى لا بأس به في بعض المباريات في كأس العالم للأندية، وخاصة أمام بورتو البرتغالي، وفي المباراة الافتتاحية أيضا أمام انتر ميامي، وخاصة في شوط المباراة الأول. فالأهلي خصما ليس سهلا على الإطلاق كما يعتقد البعض، وهم الذين أوقفوا خطورة ميسي في المباراة الافتتاحية وأحرجوا انتر ميامي كثيرا، وصراحة أضاعوا فوزا سهلا ضد انتر ميامي وأضاعوا ركلة جزاء. فأعتقد أن النادي الأهلي فقد فرصته في التأهل إلى الدور الثاني من المباراة الافتتاحية ضد انتر ميامي، ولو فاز الأهلي في هذه المباراة لكانت فرصته في التأهل ستكون كبيرة للغاية. فصدى مباراة الأهلي مع بورتو البرتغالي ما زال قائما، والكل يتحدث عن النادي الأهلي وما فعله في بورتو البرتغالي وتسجيله 4 أهداف وإضاعته أكثر من 10 أهداف محققة، وخاصة في شوط المباراة الثاني. لقد أحرج النادي الأهلي بورتو البرتغالي بطل دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، ولقد أعجبني أداء بعض لاعبي النادي الأهلي، خاصة المهاجم وسام أبو علي الذي سجل هاتريك في بورتو البرتغالي. فأعتقد أن هذا المهاجم من أفضل مهاجمين هذه البطولة، فهو اختير كأفضل لاعب في الجولة الثالثة في كأس العالم للأندية، وهذا يدل على مهارة هذا اللاعب وتأثيره مع النادي الأهلي. وأعتقد أن هذا اللاعب لن يستمر كثيرا في النادي الأهلي، وسوف تنهال العروض الأوروبية من أكبر الأندية الأوروبية الكبرى على النادي الأهلي لضم وسام أبو علي. ولقد لفت انتباهي اللاعب التونسي بن رمضان الذي كان له تأثير سحري في منتصف ملعب النادي الأهلي، فهذا اللاعب أنا لا أصدق نفسي أنه يلعب في النادي الأهلي بفضل المهارات التي يملكها هذا اللاعب وبالمستوى الذي ظهر به في مبارياته مع النادي الأهلي. فهذا اللاعب سيكون مؤثر للغاية مع النادي الأهلي سواء في البطولات الأفريقية أو المحلية. وأنا علمت أن النادي الأهلي سيشارك في كأس العرب للأندية والتي ستنطلق في أواخر الشهر المقبل، وأعتقد أن هذا اللاعب سيكون مؤثر للغاية في هذه البطولة مع النادي الأهلي. فأنا أهلاوي وآمل أن النادي الأهلي بهذا القوام أن يفوز بدوري أبطال إفريقيا وإعادة كأس إفريقيا من جديد إلى الجزيرة. وأعتقد أن فرصة الزمالك وبيراميدز معدومة من أي فوز بالدوري أو الكأس في ظل وجود النادي الأهلي بهذا القوام المرعب من اللاعبين. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.